الحاجة التانية فهي العناصر الفكرية. الأنا بترتبط بشكل كبير جدا بالأدوار والأيديولوجيات اللي موجودة عند الإنسان، زي الشغل والدين والسياسة والقيم الأخلاقية. على سبيل المثال تلاقي مدير بيعامل الموظف اللي عنده بطريقة سيئة جدا لأن ده بيخليه يشعر بالسلطة. أو على الناحية التانية بتلاقي والد بيرفض إن هو يعترف بخطأه لأن هو بيعتبر نفسه الأب الراشد اللي أعلم بكل شيء. وممكن ناخد مثال تاريخي بالحروب الصليبية. زي ما انت شايف كده طول الوقت مسحول في المونتاج. تصدق بقى ان انا نفسي امنتج حاجة لنفسي بجد؟ نكمل شغل بقى. بسم الله. اه كده فرق كويس. ماشي النسبة الصغيرة دي. أنا بحب صناعة المحتوى، بحب إن أنا أعمل ما يسمى بالقطعة الفنية. القطعة الفنية في عالم اليوتيوب وعالم صناعة المحتوى هي إنك تعمل فيديو متعوب عليه من ناحية المحتوى، من ناحية التصوير، من ناحية المونتاج. ويمكن ده اللي أنا غرقان فيه بقالي فترة كبيرة قوي، بسبب إني بركز قوي على المونتاج، بركز قوي على التصوير، وبنسى إن في محتوى أنا ممكن أصوره وهيبقى كويس جدا، وبنسى إن أهم حاجة هي المحتوى. المحتوى هو أساس القطعة الفنية، والصوت كمان أتمنى يكون الصوت كويس. هي لو لفت عليها كده يبقى أفضل. هيضلم ورا، هيزرقنا انا. اوكي، عايز اجيب من ظهر انا. فدي تجارب مختلفة الواحد بيجرب. مش قلت لك بركز على الإضاءة؟ هي تمام كده. صلع صلع وراثي مبكر. انا مش بس بركز على الاضاءه، انا بحب حاجات تانية كتير. بحب الايتمز زي اسامه زيرو، بحب مكعبات ريوبيك جدا جدا جدا، لدرجه ان انا مجمع اشكال وانواع مختلفه من مكعبات ريوبيك وحاططهم عندي في المكتبه. بحب الالعاب جدا، انا عامل قسم عندي للالعاب. بحب الكتب وبحبكم انتوا. ايوه، المتابعين اللي بيتفرجوا واللي منتظرين المحتوى واللي بيتفرجوا اول باول. انا ما زالت القناه لسه بتعمل مشاهدات، فده معناه ان في ناس هتتفرج على الفيديو ده. انت يا اما عملت لايك او ناوي تعمل لايك. لو عجبك الفيديو يبقى اعمل لايك، يعني ده بيساعد كتير قوي. يعني انا حاولت ان انا اعمل شويه تحديثات الفتره الاخيره، بس هنبقى نعمل عنها فيديو ان شاء الله. ده مش الفيديو اللي هنتكلم فيه عن التحديثات. خليني ما اشغلش بالك بكل ده ونتكلم عن التحدي. انا كنت بقرا زمان بمعدل كويس قوي، يمكن كنت بقرا كتاب كل اسبوع، وده معدل محترم. انت بتخلص تقريبا 4 كتب في الشهر. بس بسبب طبيعه الحياه والانشغال والشغل الواحد انقطع شويه عن القراءه. فاول حاجه تيجي في بالي هي ايه؟ ان انا ارجع اقرا؟ لا، ان انا اورط نفسي معاك ونعمل تحدي كل شهر نقرا فيه كتاب. لو حابب تقرا نفس الكتاب معايا يلا بينا، مفيش مشكله. اما لو انت في بالك كتاب تاني او كنت بدات في كتاب وعايز تكمله معانا يلا بينا، مفيش مشكله. التحدي هدفه تطبيق عاده ادومها وان قل. يعني الكتاب تقريبا بيبقى متوسط 300 صفحه، اكتر شويه اقل شويه. لو كل يوم استمريت على عاده ان انت تقرا 10 صفحات بس، الموضوع هيبقى بسيط، هتكون خلصت 300 صفحه على نهايه الشهر. لو اتبقالك شويه هتسرع شويه في اخر الشهر. لو خلصت بدري ممكن تبدا في كتاب جديد. لو تكاسلت وفوتت يوم من التحدي مفيش مشكله، ممكن تاني يوم تقرا 20 صفحه. لو تكاسلت يوم كمان مفيش مشكله، تقدر تالت يوم تقرا 30 صفحه. لو تكاسلت يوم كمان هنا في مشكله، انت خسرت التحدي تقريبا. وهنتابع مع بعض في الكوميونتي هنا، بس ده عشان تلزم نفسك بالموضوع. حاول بس ما تعطلش او تسوف اكتر من يومين. والكتاب اللي انا هبدا بيه هو ميك تايم، اصنع وقتا اكثر من المتاح. يعني اعتقد ان دي الحاجه اللي انا محتاجها في الفتره دي. نبدا نشوف اساليب ونتبع خطوات كده ان احنا نلاقي وقت اكتر في يومنا. وبالمناسبه انا عملت مونتاج للكتاب ده مع قناه جيل يقرا مع سري الدين، هسيب لك اللينك في الوصف تقدر تبص عليه. لو انت مفيش في ايدك كتاب دلوقتي او بقالك فتره برضو عايز تقرا، اعتقد ان ده كتاب كويس نبدا بيه سوا. ونتقابل يوم 1/11. وطبعا طبعا طبعا زي ما بشجعكم ان احنا نقرا 10 صفحات من كتب دنيويه، ما ننساش كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يعني خلينا نحافظ على الورد، نخلي التحدي ده زي ما فيه 10 صفحات يوميا بنقرأ من كتاب معين، سواء الكتاب اللي أنا عرضته أو كتاب أنت بتقرأ فيه في مجالك أو حاجة هتطور بيها ذاتك. خلينا نتفق إن الورد اليومي لا غنى عنه. حاول يكونوا 10 صفحات، 5 صفحات، حتى لو صفحتين على قد ما تقدر. يعني المهم تلتزم بيهم وتخليهم عادة أدومها وإن قل. ربنا يعيننا ويعينكم ونداوم على الورد اليومي. خلي بالك انت لازم تركز في التحدي ده لانه تحدي مهم، ولو جه يوم واحد وانت ما خلصتش الكتاب لسه يبقى انت خسران. وزي ما انت شايف كده
كل قعدتي في المونتاج جوه بريمير. انا جوه بريمير، هتلاقيني في التايم لاين بتاع بريمير.